اعترافات على الهواء. أين وصلنا؟ كنت أتصفح إحدى المواقع الاجتماعية فإذا بي أصادف فيديو غريب وصادم في نفس الوقت. امرأة تجلس بكل ثقة تتحدث بلباقة وكأنها دكتورة اختصاص نسوي، بل تتفوق على الأطباء في جرأتها. تسأل البنات عن حياتهم الشخصية، فيجبن بكل تفاصيل أسرارهن الخاصة دون خجل ولا حياء. المفاجأة الأكبر، حتى المتزوجات يلقين أسرار فراش الزوجية أمامها كأنهن يحكين قصة عابرة، وهي بدورها تشجعهن أن يتحدثن أكثر وأكثر قائلة: لا أحد يسمعكن غيري. إحدى المتصلات صرحت بكل برود أنها يوم زواجها لم تكن عذراء، وأنها نصبت على زوجها ليلة الدخلة بدم مزيف لتوهمه أنها بنت. تحكي تفاصيلها وهي تضحك، بينما تلك المختصة المزعومة ترد عليها ساخرة: والله أنك خطيرة. لكن لما بحثت عن هذه الدكتورة وجدت الحقيقة المرة. إنها ليست طبيبة، بل راقصة سابقة، حياتها مليئة بالفضائح، وما زالت تتاجر بالفتن لتكسب لقمة عيشها. وهنا السؤال الصريح: يا نساء، بعد أن ستركن الله، لماذا تفضحن أنفسكن أمام الناس بدم بارد؟ هل تظنن أن تلك المرأة ستغفر ذنوبكن؟ أم أن ضحكاتها ستنقذن يوم الحساب؟ الحقيقة القاسية أنكن مجرد أدوات في برنامجها، هي تضحك عليك وبكن تبني شهرتها وتكسب مالها. فهل هذا يسمى جرأة وصراحة، أم هو قمة الغباء والانحدار؟